الراجل طلع $500 اللي معاه، اللي كانوا كل اللي يملكه، وراح اشترى شوية حجارة ملهاش قيمة. مسك حجر منهم وبدأ يحس بيه بعقله، وبعدها رسم خطوط القطع عليه وطلب من العامل يقطعه. الناس كلها ضحكت عليه عشان اللي اشتراه كان فعلا كومة زبالة. بس بعد ما تقطع الحجر طلع جواه حجر ياقوت أخضر جيد قيمته $1,000,000. لما الست شافت اللي حصل طلبت من جاك يساعدها يهزم خصمها، وقالت له إنه لو وافق هتتجوزه. جاك راح المعرض، وخصمه أول ما شافه قال عليه نصاب. جاك ما اهتمش بكلامه، لكن في اللحظة دي الخصم اقترح يعملوا منافسة يشوفوا مين هيختار الحجر الأغلى والخسران يركع للتاني. جاك وافق. جاك راح لمنطقة الأسعار الخاصة وحط إيده على حجر صغير. في اللحظة دي قدر يشوف في خياله المكونات اللي جواه. أما الخصم فاختار حجر غالي سعره $10,000,000. جاك لمسه وقال إنه مجرد حجر فاضي ملوش قيمة، لكن الخصم ضحك وقال عليه مبتدئ. بعدها راحوا لمنطقة التقطيع. الخصم طلب من العامل يقطع الحجر نصين على طول. بعد القطع اتصدموا لما لقوا الحجر كله مشقق من جوه. جاك سلم للعامل الحجر الصغير بتاعه وقالوا يشيل الطبقة الخارجية بس. ولما العامل رجع بالحجر بعد ما خلص كانت المفاجأة، الحجر كله طلع ياقوت أخضر نقي. الخصم اتصدم وكان عايز يهرب، بس جاك ناداه وقال له استنى، فين رايح؟